في الفيديو ده هنتكلم عن مسلسلات العامل المشترك ما بينهم هو السرعة والمتعة. الريتم بتاع الأحداث فيهم خلاني مستمتع ومشدود جدا لدرجة إني خلصتهم في وقت بسيط. بعض المسلسلات قصيرة تخلص في قعدة واحدة سريعة، والبعض الآخر طويل يعني يخلص في يومين 3 أسبوع بالكتير قوي. فبدون رغي كتير وكلام في الفاضي، أنا مؤمن بسيوني ودي 7 مسلسلات استفزتني أخلصهم في وقت قليل جدا. فما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات لو حابب تشوفني اكتر بإذن الله في الفترة الجاية، وعاوزين نوصل القناة ل 5000 مشترك. Pinch myself and say I am awake. Look at my hands. Count my fingers. Stay calm. ونبدأ بالمسلسل رقم 7 معانا في القائمة، وهو مسلسل قصير وسريع ورائع من نتفليكس، مكون من 6 حلقات فقط، ومبني على رواية من نفس الاسم Behind Her Eyes. والقصة باختصار عن أشخاص بتجمعهم علاقات مشتركة، صداقة وعمل وحب، ولكن بيكون في خيانة وغموض وعدم استقرار وشك في الأحداث طول الوقت. Is it happening again, David? What are you talking about? You know what I mean. We all like to think we're in control of our own destiny. أنا فاكر إن أنا خلصت المسلسل ده مرتين ورا بعض في نفس القعدة، يعني بدأت المسلسل خلصته وبدأته تاني وخلصته وأنا قاعد في مكاني. مش عاوز أتكلم كتير عن المسلسل عشان محرقوش، لأنه حساس جدا للحرق، ولكن هو هيخليك طول الوقت بتتساءل مين الطيب، مين الشرير، مين الخاين، ومين الغلطان. Now tell me before I start screaming. I see things. I see how scared she is of you. I am awake. والحقيقة التوتر والغموض ده اداهم مساحة رهيبة من التوستات، بلوت تويست في بلوت تويست في بلوت تويست حرفيا، لدرجة ان المسلسل بياخد تصنيف مختلف تماما عن اللي بدأ بيه. You always knew things. How is that? Once you start, some things can never be taken back. وكل ده في 6 حلقات بس، وانا مش عاوز اتكلم عن المسلسل اكتر من كده، لان زي ما قلت حساس جدا للحرق. فانت شوف المسلسل وممكن تبعت لي على انستجرام نتناقش هناك. What's going on here? Count my fingers. Stay calm and focus. وحاجة كمان، المسلسل فيه ساوند تراكس رهيبة الحقيقة، في منهم تراك لسه مكمل معايا في حياتي لحد دلوقتي. تقييمي للمسلسل ككل 8 من 10، والحقيقة كنت منبهر جدا بالتصوير والإخراج والتلوين وطبعا الفكرة. You and me. We're special. ورقم 6 معانا أطول مسلسل في القائمة مانيفست. الحقيقة أنا شايف إنه من المسلسلات اللي اتظلمت جدا بسبب التريلر بتاعها، ما حسسنيش بأي شيء ولا شدني لأي شيء ممكن يخليني أتحمس وأشوف المسلسل، ولكن بمجرد ما شفته أنا اتسحلت. القصة باختصار بنشوفها من أول حلقة، طيارة بتغادر من المطار في 2013 توصل للوجهة بتاعتها في 2018، 5 سنين من الاختفاء، حتى إن العالم اعتبرهم ميتين. You've all been missing, presumed dead for 5.5 years. تخيل إن الحياة استمرت 5 سنين من غيرهم، كل حاجة اتغيرت، الأطفال كبروا، العلاقات انتهت واستبدلت بعلاقات أخرى، حتى إن في بعض الأهل ماتوا. 5 سنين مش وقت قليل. No, Dad. No. ولكن بالنسبة للركاب اللي في الطيارة فالوقت عدى عليهم كأنه 3 ساعات. مجرد من الطيارة طلعت حصل شوية مشاكل ومطبات هوائية ووصلوا بالسلامة. ده كل اللي هم حسوا بيه. كل حاجة بالنسبة لهم زي ما هي، شكلهم زي ما هو، شخصياتهم زي ما هي، مفيش أي تغيير ولا فرق حصل عليهم. وإحنا هنا بنشوف إزاي هيتعاملوا مع الموقف ده، إزاي هيتعاملوا مع حياتهم اللي حرفيا مشت 5 سنين لقدام من غيرهم. وطبعا بيبدأ يظهر حاجات غريبة بتربط كل الركاب دول ببعض، بيبدأوا يشوفوا حاجات ويسمعوا حاجات بتوصلهم لحاجات تانية. Is your mind messing with you? Earlier today I heard a voice in my head. المهم يعني في حوارات كتير بتحصل هتسحلك معاها،
ودي اكتر حاجه انا كنت مبسوط بيها في المسلسل. انا فعلا اتسحلت، وانا عموما خلصت المسلسل كامل 4 أجزاء في اسبوع او 10 ايام تقريبا، وده لانه فعلا طويل ولكنه ممتع. Some people called it impossible. Others called it a miracle. All I know is whatever force brought us all here had no interest in being investigated. وتقييمي للمسلسل ككل 8 من 10، ويا ريت نتجاهل الحاجات الخيالية اللي بتحصل ونتعامل معاها على إنها مجرد خيال. ورقم 5 معانا في القائمة هو بلاك ميرور. مبدئيا المسلسل نزل منه لحد دلوقتي 6 مواسم، حوالي 27 حلقة. الحلقة مدتها تقريبا ساعة، ولكن كل حلقة منفصلة تماما عن الحلقات التانية. It's all there. The screening shows it. كأن كل حلقة منهم هي فيلم قصير مستقل ومنفرد، ولكن كلهم تحت سقف واحد، هدف واحد، كونسبت واحد، وهو انه يبين لك قد ايه التطور في التكنولوجيا ممكن يودينا كلنا في داهية. الفكرة باختصار بتتكلم عن البلاك ميرور، والمقصود بيها الشاشة اللي انت بتتفرج منها على الفيديو ده. This is the future we are in right now, where our phones are the first things that we touch when we wake up, the last thing we touch before falling asleep. بغض النظر عن ان الموسم الاخير طلع كتير عن الفكرة في بعض الحلقات، ولكن اوكي، انا مستمتع بالغموض والاجواء اللي اتخلقت في المسلسل. First question any platform is going to ask is what's the hook? وكده كل حلقة زي ما قلنا منفصلة عن التانية تماما. فأنا الحقيقة بعامل المسلسل ده معاملة الأفلام القصيرة السريعة، أو مثلا فيديوهات يوتيوب. والفترة اللي فاتت كنت ظبطه مع جدول قطع الكهرباء، اللي هو الحلقة مدتها ساعة، فبكون عامل لها داونلود اتفرج عليها لما الكهرباء تقطع. Welcome to the darkness. I hope you find it enlightening. وتقييمي للمسلسل ككل 7 من 10. 25 pounds? No, I ordered 200. Where's beef? You still got that meat connect? المسلسل رقم 4 معانا هو المفضل عندي في القائمة، والحقيقة ممكن يكون هو المفضل عندي بشكل عام في آخر 3 أو 4 سنين، وهو مسلسل The Bear. أنا بحب المسلسل ده جدا، ومش عارف الحقيقة ليه ما بنتكلمش عنه كتير في الوطن العربي. قليل جدا لما قابل فيديوهات بتتكلم عنه. ما أعتقدش الحقيقة إني شفت مسلسل طبيعي بأحداث طبيعية بشخصيات طبيعية تماما بدون أي قوة خارقة أو أساطير، ويكون جميل وممتع بالشكل ده. We want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry. هو من المسلسلات اللي ممكن تكون موترة جدا في الأول بسبب أسلوب الإخراج الموتر الغريب، ولكن بالوقت بنفهم الغرض من التوتر ده وبنتفاعل مع الشخصيات. القصة باختصار هي رحلة البحث عن الشغف والغاية من الحياة، الغاية من وجودي هنا في الأساس. 6 months? That's being What, confident? cocky. Crazy. الحقيقة أنا ممكن أقول إن مفيش أي مسلسل شفته أو هشوفه ممكن يكون بيوصل فكرة الشغف بالشكل الرائع البسيط ده، ومن غير ما أحس بأي لحظة غريبة أو كرنج. بالعكس، كل ده اتخلق بالمواقف والاستنتاجات البسيطة والطبيعية تماما. Gross. We need like a reset. المسلسل عبارة عن موسمين 18 حلقة تقريبا، ولكن الحلقة لا تتعدى 30 دقيقة. في الموسم الأول بنتعرف على الشخصيات، على الموقف اللي هم فيه، وهم ليه موجودين هنا دلوقتي، وليه مطلوب يعملوا التغيير الكبير ده في المكان. وطبعا بنقابل مشاكل وحلها، وده بيخلينا نتعرف أكتر على الشخصيات. في الموسم الثاني بقى، بعد ما عرفنا الشخصيات خلاص، بنبدأ نقرب منهم أكتر وناخد معاهم رحلة في التغيير والتطوير اللي بيحصل لكل شخصية منفردة. You got this, baby. Yes, chef. احنا دلوقتي عرفنا سبب وجودنا هنا وعارفين ايه المطلوب مننا، ولكن هل احنا عاوزين ده فعلا؟ هل انا دوري ووجودي هنا ممكن يفرق في اي شيء؟ طيب ايه الهدف اصلا من كل ده؟ وطبعا بنقابل قصص حب ومشاكل عائلية، شخصيات مريضة وشخصيات رائعة، وشخص بيدمر نفسه بنفسه. مش هقول اكتر من كده، ولكن المسلسل حقيقي يستحق المشاهدة. وصدقني نظرتك للشغف والحب
هتتغير جدا بعد المسلسل ده. Don't freak out and go calling for mom. Mom, I'm gonna call mom. She can't hear you. وانا اسف ان اقول ده، بس يا ريت فعلا نصبر على المسلسل حلقتين 3 في الاول، لانه فعلا بيبدا بتوتر غريب لدرجه اني كنت بعمل سكيب لبعض المشاهد واللقطات وهكذا. ولكن سيزون 2 عجبني لدرجه ان شفته مرتين في نفس الاسبوع، وفي حلقه وهي الحلقه ال7 في الموسم الثاني شفتها 3 مرات ورا بعض. ممكن ابان مهووس شويه، ولكن هو فعلا يستاهل. وتقييمي للمسلسل ككل 9 من 10، ولو هقيم سيزون 2 ممكن اديله 10 من 10. وصلنا للمسلسل رقم 3 معانا، وهو I'm not okay with this. My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl. I'm not special. مسلسل قصير من نتفليكس، عبارة عن 7 حلقات، وكل حلقة لا تتعدى 30 دقيقة. القصة باختصار عن بنت مراهقة بيحصل حادث لأبوها وبيتوفى، ومن وقتها بتمر بحالات نفسية سيئة وغير منتظمة. بتحاول تعيش حياتها يوم بيوم عادي، ولكن وهي مليانة أفكار سوداوية وغضب، وفجأة بتكتشف إن عندها قوة خارقة. When does this get easier? والقوة دي بتظهر كل ما تغضب أو تتضايق. بنشوف الطريقة اللي هتتعامل بيها مع الوضع، وإزاي ممكن تتقبل الشيء ده وتتحكم فيه. وبدون حرق للأحداث، إحنا بنبدأ رحلة في مذكرات البنت دي. Dear diary, what the hell is going on with me? طبيعي بيكون في ups and downs لحد ما يحصل صدمة في الأحداث، ومن وقتها بيبدأ المسلسل يتحول من السوداوية إلى حياة طبيعية ومستقرة. Oh God. وطبعا ده لحد آخر حلقة اللي بيحصل فيها حدث صادم للغاية، واللي هم قرروا يقفلوا المسلسل على كده وما تعملش منه أي موسم تاني، مع إن دي فكرة كانت رهيبة ممكن يطلع منها خيالات كتير مختلفة. وأنا الحقيقة كنت بتمنى إن المسلسل ده يكمل، ولكن لحد دلوقتي مفيش أي أخبار إن هو ممكن يكمل. والحقيقة برضو ده أقل مسلسل في القائمة أنا اتعلقت بيه، ولكن يستحق المشاهدة. تقييمي للمسلسل هو 6.5 من 10. Go f yourself. والمسلسل رقم 2 معانا، وهو مسلسل Stranger Things. Something is coming. Something hungry for blood. What is it? الحقيقة كنت عاوز أشوف المسلسل ده من زمان جدا، ولكن كنت نسيه، وافتكرته لما أحد الأصدقاء الرائعين اقترحوا على انستجرام، ووقتها بدأت فعلا أشوفه. المسلسل عبارة عن 4 مواسم، كل موسم تقريبا فيه 8 أو 9 حلقات، يعني كلهم على بعض حوالي 34 حلقة. أنا خلصتهم في أقل من أسبوع. بجد الموضوع ممتع جدا، وأحداث سريعة ومشوقة بتخليني عاوز أكمل وعاوز أكثر. والقصة باختصار عن مجموعة من الأطفال أصدقاء، في واحد منهم بيختفي فجأة وسبب اختفائه مجهول، وفي نفس وقت اختفائه بيبدأ يظهر كائنات غريبة ودخيلة على العالم بتاعنا. وبرضه بنشوف بنت صغيرة وغريبة بتظهر معانا في الأحداث، وبتحاول تساعد الأطفال إن هم يلاقوا صديقهم. 99 out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one. بنتعرف على الشخصيات دي أكتر، وبنعيش معاهم ظروف غريبة من ظهور الشر ومحاولة الانتصار عليه. الحقيقة أنا مش عارف المسلسل ده المفروض يتصنف رعب ولا لأ، ولكن أنا شفته وما حسيتش بأي شيء له علاقة بالرعب. أنا واحد ما بقدرش أتحمل أفلام ولا مسلسلات الرعب، نفسي أشوف حاجات رعب، ولكن بس Something is going on here. ومن إيجابيات المسلسل ده الحقيقة تمثيل الأطفال، وفكرة إنه 4 مواسم متصورة على 7 سنين تقريبا بتخلينا نعيش سنين مع الأطفال دي ونشوفهم وهم بيكبروا. وده الحقيقة خلاني اتعلقت بشخصيات كتير جميلة في المسلسل. المسلسل رائع جدا، وأنا مستني الموسم الخامس منه، مع العلم إن الموسم الرابع ما كانش هو المفضل بالنسبة لي لأسباب ممكن نتناقش فيها بعدين في فيديو آخر. يا ريت تعرفني في التعليقات لو حابب إن احنا نتكلم عن المسلسل ده في حلقة منفردة، مع إن مشهدي المفضل في المسلسل كله كان موجود في الموسم الرابع. وتقييمي لسترينجر ثينجز هو 9 من 10.
المسلسل رقم 1 والأخير معانا في القائمة هو When They See Us. Please! Stop right there! Don't resist! Do not resist! المسلسل عبارة عن 4 حلقات فقط، وهو تجسيد لقصة حقيقية لقضية حصلت في أواخر الثمانينيات في أمريكا. 5 مراهقين من أعراق مختلفة بعيد عن المواطن الأبيض اتهموا باغتصاب بنت بيضاء البشرة. بنعيش في أحداث المسلسل مع الشخصيات، بنشوف تعاملهم مع الأحداث، تعامل أهلهم مع القضية، إزاي هيحاولوا يخرجوا أولادهم من المشكلة دي. Is my mom here? It's just us. You and us. وبنشوف التعامل العنصري والغير مسؤول من المسؤولين والمجتمع، ازاي قد ايه في استهتار وانهم بس عاوزين يخلصوا ويقفلوا القضية بغض النظر عن الحقيقة. مش مهم فين الحقائق، المهم نخلص ونمارس العنصرية. The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. من أكتر الحاجات اللي عجبتني إن القصة حقيقية وتم تجسيدها بشكل جميل وممتع، وتسارع الأحداث فيها كان إيجابي. عجبني إننا شفنا الشخصيات في أعمار مختلفة، ما قبل القضية وأثناء القضية وما بعدها، وإزاي هيتعاملوا مع المجتمع بعد الاتهام الكبير ده. كل الأحداث دي مليانة مشاعر إنسانية مختلفة بتخلينا نقدر نحس بيهم ونتفاعل معاهم. والتمثيل في المسلسل كان أكثر من رائع، واداني فعلا إحساس التوثيق والحقيقة، مش مجرد قصة روائية، ولكن فعلا قدر يوصلني إحساس إن ده حقيقي. المسلسل كان من ترشيح الأصدقاء على انستجرام برضو، والحقيقة أنا مبسوط بالقائمة الرائعة دي. تقييمي للمسلسل هو 7/10. وبس. شكرا ليك يا صديقي لو وصلت لهنا في الفيديو، وما تنساش تعمل لايك لان ده بيفرق ان احنا نوصل لناس جميلة اكتر. ويا ريت تشاركني رأيك في التعليقات. ممكن ترتب المسلسلات دي بترتيبك الشخصي وتعمل تقييم لكل مسلسل فيهم. ولو حابب ان احنا نتكلم عن اي مسلسل منهم في فيديو منفصل لوحده ونتكلم بحرق براحتنا، يا ريت تعرفني برضو. وبس. اشوفك ان شاء الله في فيديو قادم. سلام.